السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من ريبيكا. اليوم جايبين لكم أخبار جديدة وساخنة من مراكب جلون. الوداد الرياضي توصل لاتفاق نهائي باش يضم المهاجم التنزاني سليمان مواليمو من فريقه. النادي داير مجهود كبير باش يكمل الاجراءات القيد في الوقت المناسب، وزيدوا عليها ان اللاعب يقدر يتسجل في فئة الامل حيث باقي صغير في السن، وهكا غيتيح للوداد الرياضي فرصة لانتدابات اخرى. وكاينه مفاجأة اخرى، اللاعب الجديدي اللي عنده 20 عام اللي كان غادي يمشي للزمالك، ولكن من المدرب كريستيان غروس طلبوه مسؤولي الزمالك رجعوا في القرار، ودابا رسميا وقع في الوداد، وغادي نشوفوا اش غادي يقدر يدير واش الامكانيات اللي غادي يقدم في الميدان. الوداد الرياضي باقي محتاج لاعبين اللي عندهم خبره وكفاءه باش يعزوا الصفوف ديالو، وهذه مفاجاه كبيره. الوداد الرياضي توصل اتفاق مع النجم المنتخب البوليفي ونادي بوليفار راميرو فاكا اللي عنده 25 عام. حسب التقارير الصحفيه الصفقه ولات في حدود 1.5 مليار سنتيم، واللاعب البوليفي هذا الموسم سجل 13 هدف وصنع 20. واش هذا الشيء ماشي بزاف لان اللاعب قدم موسم رائع، ولكن في خطوه مفاجئه المدرب رونالدو ماكوينا قرر يعير لاعبين من فريق المغرب التطواني قبل مثالي الميركاتو الشتوي بسويعات قليله. اسماعيل بن قطيب اللي جا للوداد في وقت سابق ما لقى حتى بلاصه ثابته كيلا، ولعب غير دقائق معدوده بعض المباريات وغاب في الاخرى. اما زكريا غيلان اللي جا في الماضي رغم انه قدم اداء جيد في بعض اللقاءات ما خداش فرصه باش يبين الحنه ديالو في المباريات الحاسمه في البطوله الوطنيه العراقيه. ورغم هذه الانتدابات الجديده المدرب ماكوينا قرر يستغني على بعض اللاعبين اللي ما قدموش الاضافه المطلوبه، وقرار الاعاره غيكون فرصه جديده للطرفين، حيث بن قطيب وغيلان غادي يقدروا ياخذوا فرصه اكبر باش يبرهنوا على امكانياتهم مع المغرب التطواني. اذا كي كتشوفوا الوداد الرياضي خدم على قدم وساق باش يعزز الصفوف ويقدم الافضل لجماهيره، وهذه الانتدابات الجديده غتكون هي الحل باش يرجع الفريق للتالق. ونقدروا نطرحوا نفس السؤال وعطيونا ارائكم في الكومنتيرات. كون معكم سفيان من ريبيكا، ما تنساوش ديروا لايك وبارطاج باش يبقى يوصلكم كل جديد ديما، ودمتم سالمين، وان شاء الله غادي تشوفوا ميركاتو كامل او ملخص الميركاتو في الفيديو الجاي.